هو لو احنا اللي كنا عاملين اغلى فيب في العالم، تفتكروا كنا هنقدم ايه؟ واحد، عشان نعرف نقدم اقوى واغلى فيب في العالم فلازم تكون اتفرجت على اغلى فيب في العالم اصلا كان بتقدم ايه. واتنين، لازم نعرف اصلا تاريخ الفيب ده وجه منين. بالمختصر كده، شركات السجاير بعد ما سوت للسجاير بتاعتها وبقى الناس ادمنوها، رجعت قالت تاني بلسانها ان السجاير مضره وبتعمل بلاوي على الرئتين، بس احنا عندنا الحل وهنعمل لكم فيب سعرها اغلى حاجه بسيطه يعني، بس ما تقلقوش هتبقى احسن من السجاير. وفي نهايه الاعلان القلب الابيض اللي بتلاقيه دايما في الرساله الطويله بتاعت خلينا اخوات. المهم يعني هنعمل فيب ازاي؟ عشان يبقى براند فيب ناجح لازم نقدم قيمه، والفيب دايما بتجادل الشباب ان مفكرينها روشنه او بتقلل ضغوط الحياه، لكنها بتزود ضغوط الحياه لما تدخلك في السكه الاكبر منك بهدف عايز تقلل ضغوط الحياه وخلاص، وعايز تبقى انت المميز وسط البيت والصحاب اللي مش شافوا اي حاجه من دول. فطبعا بعد كل ده احنا مش هنقدم الفيب اصلا. البيزنس الصح اللي يقدم قيمه حقيقيه مش هنقدم في حياه الناس وخاصه مستقبل الشباب. فولو واستنوا الفيديو الجاي عن القيمه الحقيقيه اللي بيقدمها اغلى باور بانك في العالم، وهيكون بكام اصلا. كان معكم المهندس مارتن الشريف.